مع الأسف هزيمة لم تكن منتظرة. يعني العديد يتحدث عن جنوب افريقيا وفريق من ميلودي سان داونز، وقلناها في الكره العربيه الاثنين الماضي، قلنا التجانس راهو موجوده، 7 لاعبين في فريق واحد ممكن تكون نقطه قوه وليست نقطه ضعف. مباشره استاذ محمد المغودي. استاذ محمد المغودي، الركراكي بعد نهايه المباراه قال انه يتحمل المسؤوليه كامله وهو من اخطا في هذا الامر. هل ترى أنه يتحمل المسؤولية بمفرده أم هناك عناصر أخرى يمكن أن نحملها مسؤولية خروج المنتخب المغربي من هذه الكأس الإفريقية؟ أولا عزيزي هيكل، أنا أقول حتى ولو اعترف ما الفائدة، وليد الركراكي حطم أمام الأمة المغربية بفريق بمنتخب وطني قوي بعناصر متميزة بإمكانيات هائلة بحماية مطلقة للمنتخب المغربي. شخصيا اعتذاره أو اعترافه بالخطأ لا يهمني بالمطلق، بقدر ما يهمني أن المغاربة أحبطوا في هذه المنافسة الذي كانوا يعودون عليها، لأن على الأقل كنا نرى في أنفسنا من المنافسين الأقوياء على اللقب الإفريقي. ولكن دعني أقول وبكل شجاعة أن وليد الركراكي انتقل إلى الكوت ديفوار بلسانه فقط. مرجعيته الكروية، مستواه الفني والتقني والتكتيكي احتفظ به هنا بقطر، وبالتالي أن الرجل كان خارج النص وكان لا يجتهد في معرفة أو قراءة منافسيه بقدر ما يجتهد كيف يرد على مواقع التواصل الاجتماعي أو كيف يرد على الصحافة الجادة. وليد الركراكي خلق لنا متاعب، بالإضافة إلى الإحباط الكروي خلق لنا متاعب. على كل حال المملكة المغربية قادرة على تصحيحها. أقول لوليد الركراكي حينما يستقبلك ملك البلاد وهو تكريم عظيم، ما معناه؟ أنه يقول لك لقد اجتهدت ونجحت وأفرحت المغاربة وهذا هو همي وهذا هو هدفي. وفي نفس الرسالة يقول لك عليك أن تواصل الاجتهاد والعمل لإفراح هذه الأمة مع ضرورة الالتزام بتوفير كل الشروط، وهو ما تأكد. للأسف وليد الركراكي هذا التكريم استغله ليتغول واستغله ليتسلط في المغرب. لم يعد يهتم لا بانتقادات الصحافة الجادة ولم يعد ينتبه حتى للانتقادات من طرف أهل الاختصاص. وهنا أخطأ وليد الركراكي. وليد الركراكي تعظم بشكل أكثر وأصبح له ما يسمى بمرض جنون العظمة. وأنا أعتقد أنا شخصيا مع استمرار وليد الركراكي بالرغم من هذا الانتقاد، ولكن بشرط أن يعود وليد الركراكي إلى وليد الركراكي المدرب الذي لا زال في بداية طريقه، وليد الركراكي الذي يعرف بأن مسؤولية المنتخب الوطني هي ليست مسؤولية فريق، وليد الركراكي الذي يعرف بأن إمكانية المغرب هي تسمح له بالتنافس على القاري، وليد الركراكي الذي عليه أن يميز بين وليد الركراكي المدرب وبين وليد الركراكي النقابي أو السياسي. كل ما هو خارج عن ما هو إداري، عن ما هو رياضي، لا علاقة لك به، لأن أصلا لا تدرك معناه. وعليك أن تدرك بأن المغرب له مصالح كبرى أكثر مما هو موجود في رقعة الملعب، الورقة الحمراء أو الصفراء أو ضربة جزاء أو شيء من هذا القبيل. أنا مع استمرار وليد الركراكي أيضا، ولكن أيضا عليه أن يقدم توضيحا رسميا للمغاربة ما عدد المصابين الذين كانوا في الفريق الوطني المغربي حينما انتقلوا إلى الكوت ديفوار، لأن ما كنا نعرف هو أن الوحيد الذي مصاب هو المزراوي وأنه سيعود في اللقاء الأول أو الثاني، فإذا نفاجأ بالعديد من الإصابات. هذا تضليل، والتضليل لا يقبل، ونتيجة التضليل كانت واضحة الآن. أنا أعتقد بأن الفريق الوطني المغربي مع الاستمرار ومع الدعم المطلق لهذه المجموعة، وأقولها أيضا ثقتي فيك لا زالت حاضرة، ولكن بشرط أن يعود وليد الركراكي المدرب وليس وليد الركراكي عنتر بن شداد. لذلك أنا أقول أن مع المجموعة وأدعم المجموعة، ولكن لا بد أيضا من استحضار مبدأ الأهلية والجاهزية وليست مبدأ الصداقة والعلاقات. الفريق الوطني المغربي سيكون في 2025 بأرضه، لا مبرر لك لا بالهواء ولا بالطقس ولا بالطائرة ولا بالسيارة ولا 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 ولا، وبالتالي أنك عليك أن تستعد لأنك زغت عن طريق الصحيح. وأقول أيضا للصحافة الوطنية المغربية، نحن في مرحلة يجب أن نستحضر المصلحة العامة للفريق الوطني المغربي.
يجب أن نكون في مستوى هذه الأمانة، يجب أن نكون في مستوى التنبيه إلى الأخطاء، وفي مستوى التنبيه أو في مستوى التصحيح. ما يقع الآن هو أن وليد تعظم ونحن ضعفنا، وبدأ الفريق الوطني المغربي يعيش هذا الارتجاج. هذا غير مقبول نهائيا. أنا شخصيا أقولها بكل أمانة عزيزي هيكل، وربيع العافية عليه على الهواء مباشرة أن يكذب ذلك أو ينفي. قلت له بمجرد سماع التشكيلة، قلت له الفريق الوطني المغربي ليس في مأمن. عطية الله كان في المستوى العالي، لماذا تدخل لاعبا لم يشارك منذ مدة؟ الصباري قدم مردودا ممتازا، لماذا أبعدته؟ أيوب الكعبي الذي لا تتكلم عنه الصحافة الوطنية كان مردوده ممتازا، لماذا أبعدته؟ أنا أعتقد بأن وليد الركراكي استغل، أقولها أيضا وبكل مسؤولية، استغل أيضا انبطاح أغلب الصحافة الرياضية الوطنية. وأيضا هناك صورة قاتمة جدا ألمتني جدا حينما رأيت وليد الركراكي في المنصة الشرفية هو إلى جانب المسؤول المالي للجامعة وحكم سابق. أي إضافة سيقدمون هذان الشخصان لوليد الركراكي؟ هل هذه الحالة كانت تحتاج إلى هذين الشخصين؟ الاحترافية تقتضي أن يكون هناك مدير رياضي بمشروعية وبشرعية كروية يستطيع أن يفيد الرجل في هذه المحنة. واضح. وليد أخطأت، وليد أصبت المغاربة بالإحباط، عليك أن تتحمل المسؤولية. وأنا تركتك تفرغ كل ما في قلبك أستاذ محمد الميغودي. أعطيه تقريبا 5 دقائق لأنه مهمة جدا، الحقيقة مهمة جدا. كل ما قالوا عديد النقاط التي أثارها أستاذ محمد الميغودي، من بينها الكاستينج البداية، كاستينج بداية المباراة. ربيع، كيف أثر الكاستينج الخاطئ لوليد الركراكي على المنتخب المغربي في مباراته أمام جنوب أفريقيا؟ كان سبب مباشر في تسجيل خاصة الهدف الأول، وسوف أؤكد ممكن الخطأ الأول على مستوى ممكن الحالات التحكيمية، لكن الخطأ الثاني كان واضح. حالات تكتيكية، حالات تحكيمية، حالات التحكيمية، لا حتى التحكيمية والتكتيكية واضح. لأنه في الهدف الذي كسر التسلل من؟ المزراوي. هو المزراوي. صحيح. وبالتالي المزراوي لم يكن لديه ممكن فرصة حتى أنه يأتي إلى المنتخب، أولا لغيابه الطويل، كان مصاب ولا يلعب باستمرار، وبالتالي أن ينادى عليه لا يلعب المباراة الأولى والثانية والثالثة، بل استعنا بالشيبي في المباراتين ودخل عطية الله في المباراة الثالثة. وأعتقد بأن هذا الثنائي كان الأولى أن يلعب، وممكن الأسبقية لعطية الله بحكم ما قدمه مع وليد الركراكي سواء مع الوداد أو في كأس العالم لما احتاج إليه وليد الركراكي وكان حاسما. أنا دائما لما أشاهد التشكيلة الرسمية لماذا لا يتم أخذ بعين الاعتبار عطية الله كلاعب أساسي في تلك الجهة، ودائما نعطي الأولوية للمزراوي في تلك الجهة، مع العلم أن المزراوي يلعب كظهير أيمن أو إذا اقتضى الحال أن يتم إشراكه على مستوى وسط الميدان، يأتي إلى المنتخب ليلعب ظهير أيسر ومكانه محفوظ. بمجرد أن يلعب دقائق معدودة وحتى لو يكون برجل واحدة تراه أساسي. وعطية الله كان ممتاز جدا في كأس العالم، ونحن نحتاجين لكي نقنع وليد الركراكي بعطية الله. مع عطية الله كان معاه في الوداد البيضاوي وفاز معاه بدوري الأبطال وفاز معاه بالدوري المحلي، وحتى في كأس العالم كان حاسم. يعني تتذكر ضربة الخطأ التي جاءت في مباراة بلجيكا والعرضية التي سجل من خلالها الناصيري، العرضية كانت من عطية الله ولما احتاجها كان جيدا. لماذا اليوم عطية الله يظل الخيار الثاني وليس الخيار الأول؟ لسبب بسيط، وهي مسألة أن اللاعبين الذين يلعبون بأوروبا حتى ولا يلعبون بدقائق معدودة، الضمة الكبرى اليوم حتى ولو مصابين يشاركون على حساب ممكن بعض اللاعبين اللي يكونوا مفيدين، وهذا أعتقد بأنه سبب مباشر لخروج المغرب، لأن وليد الركراكي لم يكن موضوعي ولم يكن عادل من خلال تثبيت اللاعب عطية الله على حساب اللاعب المزراوي الذي لم يكن بتاتا. وفي رأيي الشخصي حتى مستقبلا حتى ولو يعود في كامل صحته مكانه هو ظهير أيمن. إذا كان حكيمي ظهير أيمن هو المكان الثاني، بالنسبة للظهير الأيسر المنتخب المغربي هو عطية الله. أعتقد أنه الآن لا يجب أن نقوم بعملية تخريب لما قمنا ببنائه في هذا المنتخب. أستاذ محمد الميغودي، هو منتخب قائم الذات في عملية إصلاح بسيطة
يجب أن تقع قبل كأس أفريقيا 2025، أعتقد لا أكثر ولا أقل. ولكن أنه العقلية التخريبية يجب أن نبني من جديد وكل شيء، أعتقد أنه ليس هذا الوقت بالنسبة للمنتخب المغربي ولكرة القدم المغربية، حتى لا نخسر اللي كان في السابق واللي أنجزناه في كأس العالم في قطر 2022. والله عزيزي هيكل أنا مع استمرار وليد الركراكي، ليس فقط لعامل الزمن، لأن وليد الركراكي تحمل مسؤولية المنتخب المغربي في فترة زمنية قصيرة قبل المونديال، ومع ذلك حقق إنجازا عظيما. أنا أقول أنا مع استمرار وليد الركراكي لأنني واحد من المتشبعين بالأطر الوطنية ومن المقتنعين بالأطر الوطنية، ووليد الركراكي واحد منهم. أنا متشبع بهذا الرجل لأن له من الكفاءة ما تكفي. أنا متشبع بهذه المجموعة لأن داخل هذه المجموعة بها فريق ما يستحق أن يفوز باللقب. أنا فقط أدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من باب الاحترافية إلى ضرورة الإسراع بتعيين مدير رياضي، لأن حتى يكون هو حلقة الوصل بينهم وبين الناخب الوطني، وحتى يكون ذلك المراقب للناخب الوطني. واحد، أدعو أيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تعطيل وليد الركراكي في خرجاته العشوائية الطائشة، وأيضا أدعو وليد الركراكي أن يعود وليد الركراكي الناخب الوطني وليس المناضل السياسي أو المناضل النقابي. وأقول أيضا أن المنتخب المغربي للأهلية وللجاهزية وللأحقية، لا مبرر لأي أحد في نهائيات أفريقيا 2025. وأقول لوليد الركراكي قساوتي معك، وإن كنت في هذا الوقت أنا متسامح وهادئ إلى أبعد الحدود، قساوتي معك هو تقدير للأطر الوطنية وللإطار الوطني. فقط عندي توضيحين بسيطين. حينما تحدثنا عن المزراوي، ليس العيب في المزراوي. تصور لو المزراوي كان مصابا ورفض أن يأتي إلى المغرب، لخوناه ولا جردناه من وطنيته ولا اتهمناه بأنه حينما كنا بقطر قبل المونديال، ولكن حينما بإفريقيا بدأ على الأقل يختبي في الإصابة. حكيمي أيضا كنت رائعا ومميزا في مونديال قطر وأيضا بيوم إفريقيا. والكبار يخطئون والكبار لا يسجلون، فثقتنا فيك جاهزية. أملي الوحيد الآن فيما تبقى من الطاقم التحكيمي المغربي المتواجد أفريقيا، وكل الحب للجماهير المغربية التي استطاعت أن تخلق علاقة قوية وقوية جدا مع جماهير الكوت ديفوار ومع باقي الجماهير الإفريقية، مع الاستمرار ولكن مع المراقبة، ويرجع شوية لبلاصتو.